يا صباح الورد ويا صباح الياسمين، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يسعد صباحكم بكل الخير والسعادة يا رب وراحة البال، اللهم أمين يا رب. زي ما انتم شايفين دي أوضة عيالي، زي ما انتم شايفين المنظر، مالك من الزلال مخليه الفوجاني تحتاني، بس على مين؟ لا جدة وجدود بإذن الله يعني. ربنا يسعد حياتكم ويسعد روحكم يا رب، اللهم امين. اخوتي حبايبي، ما تنسوش دعاءكم لاهل فلسطين، ربنا ينصرهم يا رب وان شاء الله كده الواحد نتمنى باذن الله رب العالمين نسمع اخبار كويسه يا رب يا رب، اللهم امين يا رب. دخلت بقى زي ما انتم شايفين، نزلت الهدوم في الدولاب الاول، قلت عشان تبقى ايه الدنيا مرتبه، يعني الحاجه اللي هي مش عايزاها هنحطها على جنب. زي ما انتم عارفين بقى الجو خلاص ابتدى ان هو يبرد، فكنت منزله عندي الهدوم الشتوي وقلت ايه كل شويه نغسل فيهم حبه كده عشان ما يبقاش ايه تجال عليا. خدت كده الهدوم بتاعت ملك، ايه الحاجه اللي هي حسيت ان هي مش محتاجاها جيت حطها على جنب. مهما بيكون العيل حتى لو سنه مثلا 10 سنين 13 سنة 11 سنة، لازم برضو الام هي بترتب لنفسها. يا ماما أنا رتبت دولابي، بس عارفين اللي هو انت اللي هو اللي فوق تحتاني. برضو العيل ما بيبقى زي الام برضو تبقى لها نظرة في حاجتها، وتبقى عارفة هي بتعمل شغل البيت ازاي، عارفة. بس لازم برضو ان هي بتتشجع. عملت الدولاب الله ده زي الفل زي العسل تسلم ايدك. فلما نشجعها من صغرها كده اما تكبر برضو ان هي تبقى ايديها بايديا، يعني ان هو تعمل كل حاجة باذن الله رب العالمين لوحدها، يعني تشوفني بنعمل ازاي وتعمل زي. فبرضو مش انا مثلا ايه هنتجل عليها اللي هي 11 سنة برضو لسه عيلة، فمش هنتجل عليها لا ده انت عملت ده غلط، لا ده انت كذا، لا برافو وتسلم ايدك لحد ما هي تتعلم بقى ايه مرة في مرة هتلاقي، يعني تخش ان شاء الله كده اعداد هتبقى عارفة بقى هي بتعمل ايه. معلش على منظر الكاميرا، يعني هي عمالة تفتح وتغمق، بس يلا الحمد لله اهو شغال الفيديو شوي. نتمنى تدعموني باللايك بالكومنت عشان تخلوني نستمر كده، وكتر الف خيرك شيرتي لي الفيديوهات شجعتيني كده، في نهاية الفيديو تكتبي لي كومنت حلو. ربنا يخليكم ليا يا رب العالمين ويسعدكم في بيوتكم يا رب. بس جيت بقى ايه، هو المفروض ان هو يتفرش حاجه في الدولاب، تمام يتفرش حاجه، بس عارفين انتوا اللي هو نفرش الحاجه النهارده تاني يوم كده نلاقيها ايه مقطوعه، لا مش محطوطه اصلا في الدولاب. فقلت خلاص مش مشكله، هي الدولاب طالما نضيف فمنرص زي ما انتوا شايفين الرصه دي كده. ملك بقى قاعده اتكلم يقول لي يا ماما انت نزلت دولابي ده انا مرتباه، قلت لها ده زي العسل، بس انا قلت ايه في حاجات زغرت عليكي كده نحطها على جنب يا ملك. فما حبيتش برضو ان انا يعني ايه ان انا نكسرها او ان انا نزعلها او نخليها تحبط، فلازم العيل برضو بتشجعي. عندي ياسين التاني ده ربنا يفرحكم باولادكم يا رب. بصوا بيجي ياخد الطقم بتاعه وهو يغسله مع نفسه على الحوض. ياسين كان من صغره اللي هو ايه كنت نديله مثلا هدوم كده، بص ياسين ده حاجتك اغسلها مع نفسك، كنت يعني عايزه اعلمه. فلقيته سبحان الله هو كبر وشاف برضه ابو ياسين يعني هو بيساعدني في حاجه البيت وكده. فابتدى بقى ان هو كبر ياخد هدومه ويغسلها مع نفسه، يشوفنا انا بنعمل ايه ما يحطهاش في غساله، لا يوقف كده ويجيب اريال ويجيب يعني يخلي ريحتهم حلوه صراحه، والاخر يطلع ينشرهم مع نفسه. فلا هي حاجه كويسه، هي حاجة كويسة ان تلاقي عارفة انت العيل ان هو يعني ايه يعتمد على الله وعلى نفسه. يلا الله المستعان يا رب، ربنا يفرحكم باولادكم جميعا يا رب العالمين. هنا بقى كنت خلصت الدولاب بتاع ملك، عايزة نقول لكم الأوضة عندي ايدي فيها على طول، بس جاي التراب منين يعني عشان بنقول مثلا ايه ان انا قاعدة في الدور الاخراني وكده. فيلا الحمد لله رب العالمين هنشيل بقى ايه، هنشيل المرتبة وهنظبط بقى ايه. الحمد لله كده خلصت، ايه رأيكم؟ بس كده ظبطت الدولاب اهوت. هي الحاجات ديت زي ما تقولوا برضو اللي هو ايه حاجات صيفي يعني فيها، يعني عارفه انت الحاجات اللي هي الصغيره مطلعاها لها بره، الحاجات اللي هي مش هتلبسها دي مطلعه، ده حاجات بقى صيف، التيشيرتات بتنزل بها الحصص، تنزل بها الدرس. حاجات بيت برضو بنجيب لها، عارفين انتوا نجيب لها ايه 4 تدجم حاجات الجطنيات ابرك من 10 من اللي فيه سموكن واللي فيه بلاستر والحاجات دي. فالحاجات الجطنيات ايوه ممكن تكون حاجه بسيطه بس احسن لك من كام طقم من الحاجات التانية، فده كله جطن يعني ما يصادش في الحر ولا الكلام ده. بس خلصت بقى هنا هنقفل الدولاب. بعد ما نخلص خالص برفنه بقى حبه برفان صغننين كده
او معطر، بس المعطر غلط للهدوم، او معطر للاوضه، بس عامه البرفانات للهدوم بتخلي ريحه الدولاب زي ما يكون دولاب عرايسي كده، بيبقى حلو خالص. كنت بنلعب انا والمرتبه بتاعتي. البتاع المرتبه كل شويه نحطها كده تيجي نازله تاني، يا ست الله يهديكي وقف. بس خلصت بقى ايه، كان ده كله اللي انتوا شايفينه ده هدوم شتوي. صراحه ما عنديش مكان ليها، يعني عندي دولاب عيالي والدولاب بتاعنا فدوبك جايبين اخرهم يعني. فده الهدوم الشتوي كنت فرشالها كده، يعني كان عندي ستاره قديمه وكنت حطاها جواه. طب ليه مش عاملاه صندره من تحت؟ والله الدنيا غاليه زي ما انتوا عارفين، عارفه عشان تعملي حاجه هتكلفك مبلغ وقدره، فالحمد لله الله المستعان يا رب. بس بقى هنطلعهم كلك ونغسلهم. ده كلته بقى هنتسلى فيه، يعني اللي هي دي الدفايات على هدوم ملك. فقلت كل شويه غسلت الدفايات على فكره، بس مش عارفه ليه ما صورتهاش، بس غسلت الدفايات قلت ايه عقبال ما ينشفوا نجي غسله مكانهم الهدوم الشتوي. فالحمد لله الله المستعان يا رب. ربنا يدينا ويديكم الصحه جميعا على بيوتكم وعلى اولادكم يا رب. اخواتي حبايبي، عايزاكم تدعوا لاخت وحبيبتي ام نضال، ربنا يشفيها يا رب، هي وكل مريض يا رب، ويشفي كل مريض يا رب. ام نضال من الاردن، ربنا يشفيك يا رب ويخليكي ليا ويخليكم ليا جميعا يا رب، ويفرحكم باولادكم. اللهم امين يا رب. يشفيك يا رب ويشفي كل مريض يا رب، اللهم امين. كده بقى كنت خلصت، خدت بقى ايه زي ما انتوا شايفين ميه. الميه بصوا مع كلور الالوان ده عسل ريحه فواحه ونظافه جميله، احسن من الاريال واحسن من الاوكسي. لما بتيجي بالذات تسيجي خلي عندك جزازه كلور الوان، خدي حبه صغننين منها وشمي الروائح الجميله وبتنظف. بصوا عسل للسيراميك، اي سيراميك عندك حلو جدا. بس فخدت بقى هنا ايه، بصوا النظافه بجد حلو، بيخلي المكان اصلا نظيف للسيراميك والحيطه. بس هنبتدي بقى نحط الالواح بعد ما نشفت عشان ما تكمكمش ريحه المكان يعني. حطيت بقى الالواح وهنحط المرتبه. عايزه اقول لكم ما خدش معايا وقت خالص. اهم حاجه تكون انت صاحيه فايقه، صحيان بدري ده بيخليك في حته تانية خالص، لكن العصريه او الظهريه مش هتقدري تعملي اي حاجه خالص على فكره. وده كان بالليل. انا عايزه اقول لكم قعدت كده مع نفسي قلت طب انا بكره ان شاء الله رب العالمين نروح الكشك مع جوزي زي ما انتوا عارفين، فوراي حاجات كتير بقى. فقلت طب ما انا قاعده ساعه، طب ما نقوم نشقلب الاوضه ونظبطها. فده بالليل، ده حوالي كان الساعه 8 كده، ما خدتش مني اي وقت خالص. وكده حاجه اتشالت من على دماغي، وفي نفس الوقت بقى ايه اللي هو بتعمل الحاجه بنفس كويسه بنفس حلوه، عشان طول النهار بيبقى فيه طاقه. لما بتصحي بدري كده بيخليكي فايقه، بيخليكي فيه طاقه معاكي. واهتمي بنفسك، يعني لازم تكوني بتاخدي فيتامين بعد سن 30 ده، لازما بتتعاملي بفيتامين، لازما ده حقيقي. الدكاتره كلك يقول لك بعد سنه 30 لازما تاخدي فيتامين. انا بناخد فيتامين اسمه فيتا موت، بجد عسل وبيديكي طاقه حلوه، وفي نفس الوقت عشان مع كوبايه لبن مع كوبايه عصير. الصحه انت تهتمي بيها عشان اولادك تقدري تعينيهم في البيت، ربنا يعينك فانت تعيني اولادك باذن الله. خلصت بقى هنا كده ايه، خدت بين السراير برضو. كل ده زي ما قلت لك ساعه زمن والله كنت مخلصه. وده بالليل، مش هنقول لكم بالنهار. انا بالنهار كان ورايا حاجات كتير، بس استغليت الساعه اللي قاعده فيه. طب ما انا نقوم نخلص اللي ورايا كذا، طب ما انا نعمل النهارده كذا، بكره هنعمل اوضه، بعد هنعمل صاله. قبل الشتاء طبعا الدولاب عايز يتظبط، حاجات شتوي عندك عايزه تظبطيها. فالله المستعان يا رب. اطلبي من ربنا سبحانه وتعالى دايما الاعانه. قولي يا رب عيني في بيتي، يا رب اجعلني ساعه مباركه يا رب اخلص فيها شغل بيتي. ادعي طول ما انت بتشتغلي، ادعي وكتري من الدعاء، لان ربنا سبحانه وتعالى بيسمع دعائك وبيستجيب. والله تلاقي كده سبحان الله ساعتك فعلا اللي انت بتدعي بيها ربنا بيبارك لك فيها. فدايما ادعي يا رب اجعلني مباركه اينما كنت يا رب، ساعه من عندك يا رب شغل بيت نخلصه فيها باللي جواكي بقى. ادينا الحمد لله خلصت. ايه رايكم؟ بصوا بالليل زي ما كنت بقول لكم، وده خلصت الأوضة. الحمد لله حاسة بنظافة، راضية جدا ان انا بنعمل كده. اعوذ بالله من كلمة انا وعيالي يبقوا قاعدين في نظافة، راضية ان هم حتى مذاكرة بنقعد نذاكر مع ملك بالليل ونجي فاتحة الشباك ده زي ما احنا قاعدين كده، نعمل بقى مثلا كوبايه عصير، نعمل حاجة فتحس كده في راحة نفسية في المكان.
كل ما بتنضفي المكان حواليك على طول هنا وهنا وهنا، هتلاقي نفسك انت اصلا عندك طاقه ان انت تشتغلي، خلاص اتعودت على كده. الكسل بيجيب كسل حقيقي. وده كان بالليل اهو، ده الشارع بتاعنا. يا رب روتين النهارده يكون عجبكم، مستنيه لكم كومنتاتكم الحلوه، لايكاتكم الحلوه عشان تشجعوني ان نستمر باذن الله رب العالمين. ودعواتكم خواتي ان ربنا يعيننا جميعا يا رب في بيوتنا يا رب. والله انا كان عليه اعوذ بالله من كلمه، انا نفسي كل ما انزل لكم فيديو، بس عارفه ان الواحد اللي هو ايه اللي بيشوفه ده تعب نفسيته حقيقي. فالله المستعان يا رب يجيب لاهل فلسطين كل الخير واهل غزه يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. دعواتكم خواتي لكم بالمثل واكتر يا رب العالمين. وده كانت الاوضه اهي، خلصتها وظبطت الدولاب بس كده، وهنفرشها بقى وخلاص على طول. عايزه اقول لكم البياض اللي كنت مبيضاه قبل كده معاكم اهو، بصوا اللون زي ما هو ثابت ازاي. ده كانت علبه بوهيه صغيره، زي ما انتم عارفين الاوضه كان لونها فاتح وكانت فيها تشققات، فعملتها للناس اللي ما شافتش الفيديو ده هتلاقيه موجود على القناه. فعملتها برضو او في تعليق مثبت، يعني هتشوفيها برضو الاوضه دي كانت منظرها عامل ازاي، هنسيبها لكم ان شاء الله في تعليق مثبت برضو تحت الفيديو ده. حابه برضو تستفادي، حابه تعملي اوضه عندك، صاله عندك باقل الامكانيات، وفي نفس الوقت بتبقى الحاجه النهارده احسن من بكره، يعني في الاسعار النهارده اللي تجيبيه احسن لك من بكره. بس كده خلاص خلصت، نطلع نعمل لك كوبايه شاي. نسيبكم فيديوهات جديده في رعايه الله. السلام عليكم.